وبعدين سيدنا موسى بيقول له: يا ربي إني أرى في الألواح أن هناك أمة إذا استقرت اللقمة في بطونهم غفرت لهم، لأنهم يبدأون الطعام بسم الله ويختمونه بالحمد لله. يا ربي اجعل هذه الأمة أمتي. فربنا سبحانه وتعالى بيرد عليه ويقول له: يا موسى إنها أمة محمد. فيقول له: يا ربي إني أرى في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل سيئة ولم يفعلها من خشية الله كتبت له حسنة. يا رب اجعل هذه الأمة أمتي. يعني لو حد فكر يعمل سيئة وما عملهاش عشان هو خايف من ربنا بس، مش عشان أي حاجة تاني، بتتكتب له حسنة. سيدنا موسى واقف هنا منبهر ومندهش، وبعدين يشوف حاجة تانية ويقول له: يا ربي إني أرى في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، وإذا فعلها كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف. يا رب اجعل هذه الأمة أمتي. يقول له: يا موسى إنها أمة محمد. يعني مجرد إنك تنوي تعمل خير بس ربنا بيكتبها لك حسنة، ولما بتعملها مش بتكتبها لك في 2 في 3، لا بيكتبها لك في 10. فيرجع سيدنا موسى يقول له: يا رب اجعل هذه الأمة أمتي. يقول له: يا موسى إنها أمة محمد. وهنا سيدنا موسى عليه السلام بيتمنى، وبيتمنى بصدق إن هو يكون من الأمة دي. يقول له: يا رب اجعلني من أمة محمد.